أيضا بالسؤال الماضي. نعم. يقول قرأت في كتاب الموضوع يقول صاحبه ويكتب إليكم قائلا نقل معكم فضيلة الشيخ أن الشيخ الباز طعن في السلفية طعنة الخبيثة. كذابون كما تعلم. كذابون أشاعوا هذا الكلام من قبل 10 سنوات في حياة الشيخ، وتأتوني بالكلام هذا الذي تنسبونه إلي وأنا أذهب أعتذر للشيخ الباز. أسولي طلب ما جاءني شيء. عرض علي امرأة من الشرقية عجوز، قال يقول أنك تكلمت في الباز. قلت فين الكلام؟ قال هذا عندي. أسمع. قلت هذا ما فيه شيء، هذا كذب. طبعا بعد 10 سنوات وبعد ما راح بالباز كذا دملجوا حاجة وطلعوها، يقول أنها طعنت في الباز. مرة يقول طعنة خبيثة، مرة يقول طعنة ويسكتون، ومرة يقول كذا. اضطربت أقوالهم. أولا هذا كذاب بارك الله فيه ومدملج، واضطراباتهم تدل على كذبهم. وأنا أثني على الشيخ بن باز في حياته وبعد موته في كتبي وفي مجالسي، وأقول لجلسائي أنا درست تاريخ السلف فوجدت من هو أعلم وأعبد من الشيخ بن باز، لكن في الأخلاق أنا ما رأيت له في سعة الصدر والحلم وإلى آخره، والاهتمام بالدعوة على مستوى العالم وكذا وكذا وكذا. حتى قلت ذكر لي واحد سوداني قال احنا نقول إن ابن باز لو قال له إنسان إني أريد القمر يقول نبحث إن شاء الله حاول، يعني ما يطلب أحد، يعني في شبه يتأسى بالرسول، ما كان يقول لا. فأنا أشيد به كثيرا وكثيرا وكثيرا، وبعدين يطلعوا لي هذه الأكذوبة. طبعا أنتم تعرفون الآن يدملجون الأشرطة، هذا شيء معروف، ويلفقون بارك الله فيكم. ليش ما طلعوه من أول يوم وأعطوني وأنا أروح للباز وأقول له سامحني يقول فيه خير لا، وهو الله يسامحني. وكان الباز يبلغه الطاعون قاتله، فما يعتب ولا يحقد ولا شيء، وهم يعرفون طبعه هذا بارك الله فيك، وهذا من مكارم أخلاقه رحمه الله. هؤلاء فرضوا أني أخطأت قلت ابن باز كذا، ألا يغفر كل هذه الأعمال وهذه المواقف وهذا المال؟ لا يغفر هذا الذي قتل 100 نفس قبل الله توبته. عند الحدادية لا رجوع الخطأ ولا يعترفون بخطأ، وإذا متى اعترف الإنسان بخطأ ما فيش، وإذا قال أذنبت وتوبت لا توبة أبدا. حتى عند الخوارج الغلاة إذا كانت تقبل توبته عندهم لا. منهج خبيث لا أخبث منه ولا أسوأ أخلاقا من أهله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول اتصل كثير من الناس بحزب الله بعد الأحداث الأخيرة. والله شوفوا، والله إن رئيسهم الحالي إن اكتشفت عنه خيانات كثيرة في عدد من المقالات. لا يكتب الخسيس إلا ويقع في الخيانة والبكر، لا يكتب إلا ويقع. لماذا؟ لأن الله يريد أن يفضحه ويخزيه. فكم آذى أهل السنة وهو متستر بلباسهم، وآذاهم. ولما نصحت في نصيحتي دعوت إلى التمسك بالكتاب والسنة وادعو إلى التقليد، ويكفر من لا يقلد. كيف التكفير؟ هذا نسف القرآن ونسف الرسالات كلها وكذب السنة وكذب الإسلام إذا خالفه. أحكام يعني ما تجدها عند الخوارج ولا عند أهل البدع. ونصحناه بلطف، أنكر مصالح المفاسد أو اعترف بها في مجال واحد فقط مجال السنة، ونصحناه بالنصح لطيفة وراح يطلع. ونصحناه في باب الجرح والتعديل راح يطلع يعني افتراءات وأكاذيب ما يعرفها أهل البدع. كيف هذا السلفي يفعل هذه الأفاعيل؟ يدعي السلفي يفعل هذه الأفاعيل. السلفي لا يكذب، السلفي لا يظلم، لكن هؤلاء أظلموا الناس وأكذبوا الناس. فأين السلفية؟ وسموا موقعهم الأثري. شوف الكذاب الجهال ومجهولون ويقول أثريون. الأثري أحمد بن حنبل والشافعي والبخاري ومسلم وسفيان وأئمة الإسلام، الذي يحفظ 1,000,000 حديث والذي يحفظ 100,000 الأحاديث وينشر ويرد على أهل البدع. أما هذا يترك أهل البدع والضلال يحارب أهل السنة ويقول أثري، جاهل مجهول يقول أثري.
كذاب. بارك الله فيكم.